أعزائي متابعين قناة رعب معموها، ياريت تعملوا لايك للقصة وتشيروها مع أصدقائكم. طبعا مش هقدر أنسى إني أشكر كل الناس اللي شجعتني ودعمتني إني أكمل. الفضل الأول لربنا، ثم بعد كده ليكم. بشكركم جدا على تفاعلكم وأتمنى إني أفضل دايما عند حسن ظنكم. ودلوقتي بقى نبدأ القصة. اسمي لورا وبشتغل في ملاهي كبيرة في أحد البلاد العربية، وفي يوم تم تكليفي بتنظيف وفحص السفينة الدوارة، والقسم ده كان تم إغلاقه من فترة، وده بعد ما حصلت فيه حادثة كبيرة حكوا عنها في التلفزيون والسوشيال ميديا. ما زلت فاكرة أحداثها كويس. وأنا متجهة لمكان السفينة حسيت إحساس غريب. المكان كله كان أشبه بمقبرة مليانة بأرواح الناس اللي ماتت. أيوة، من حوالي 5 سنين المكان ده ما كانش شكله. كان موجود جناين كتير وخضار وريحة الورد مالية المكان. فاكرة أصوات الناس وهي بتضحك وكانت مستمتعة بلعبة السفينة. الأولاد كانت بتلعب في كل مكان وهم سعداء. حقيقي أنا كنت مبسوطة جدا وأنا بشاهد الأولاد في المكان وهم فرحانين وبيلعبوا. لكن بعد لحظات بدأت أسمع صوت صريخ عالي جدا كان جاي من ناحية لعبة السفينة الدوارة. وفجأة حصل عطل في محرك السفينة وقت طلوعها فوق منحدر عالي، واللي أدى لاشتعال النار في اللعبة وراح فيها عدد كبير من الناس والأطفال. كلنا كنا في حالة كبيرة من الصدمة والحزن. الخبر اتذاع في التلفزيون وكان عندي شعور غريب ومش مفهوم من المكان ده بالذات. قاطع شرودي زميلي لوكاس وهو بيسألني تفتكر المكان ده آمن إننا ندخله دلوقت وبعد المدة دي كلها؟ رديت وقلت له ما تقلقش، هنفتش ونفحص المكان كويس قبل ما نبدأ تنظيفه. لكنه رد عليا وقال لي إن الناس هنا بتقول إنهم شافوا أثر لدم كتير متجلط على الأرض في كل مكان في القسم ده. طمنته وقلت له ما تقلقش، هنخلص شغلنا بأمان والأمور هتكون كلها بخير. بصراحة أنا كنت بهديه، لكن ما كنتش أقل عنه خوف، ويمكن أكون خايفة أكتر منه. لكن شجعت نفسي وبدأنا نمشي ونفحص كل حتة في القسم. كان كبير جدا ومليان بحالة كبيرة من الصمت المخيف. الجو كان بارد. كل ما كنت بقرب من مكان السفينة كنت بشم ريحة التراب والعفن في كل مكان، لحد ما بدأت أسمع لصوت سلسلة قديمة بتتجر في البداية على الأرض. كنت فاكرة إني بيتهيألي، لكن كل ما كنت بمشي خطوة واحدة الصوت كان عمال بيزيد. اهدي يا لورا، أكيد أنا بيتهيألي. لكن الصوت فجأة اتحول لصوت صراخات عالية بتقرب مني، صوت صراخ لناس مذعورة من شيء. قلبي كان هيقف من الخوف، لكني اتمسكت وبدأت التفتيش في اللعبة كلها. ولكن بعد شوية بدأت أسمع لصوت الصراخات مرة تانية، لدرجة إني حسيت إن الأرض بتتهز تحت رجلي. رجعت خطوتين لورا وأنا مرعوبة من اللي شايفاه وسمعاه، لكن كملت تاني شغلي وأنا عمالة بقول لنفسي أنا لازم أخلص شغلي بسرعة وأخرج من المكان ده في أسرع وقت. وأنا ماشية في طريقي هبت رياح شديدة البرودة في المكان. فجأة في عز كل الرعب اللي كنت فيه ده عيني وقعت على حزام من أحزمة الأمان، واللي كان موجود في لعبة كان دايب جدا. قربت منه علشان أفحصه، لكن حصلت الكارثة اللي خلتني أتسمر مكاني من الرعب. وده لما الحزام اللي مفكوك فجأة رجع مكانه واتقفل لوحده، وكأن في شيء غير مرئي هو اللي شده وقفله. ما كانش فيه أي تفسير للي بيحصل قدامي ده غير إني مش لوحدي في المكان. رجعت مرة تانية أمسك حزام الأمان وأتأكد من إنه سليم ومش ممكن يكون صابه الصدى. لكن المرة دي كان كل حاجة ماشية طبيعي. ريحة الدم في كل مكان حواليا، وكأن الحادثة دي لسه حاصلة دلوقتي مش من فترة.
بدأت معدتي تتعب، ومفيش دقايق ورجعت أسمع نفس صوت السلاسل القديمة وهي بتتجر على الأرض، ووراها أصوات لصراخ بعيد بيقرب ناحيتي وبيعلى بالتدريج. بدأت أحس بالأرض بتتهز من تحت رجلي لدرجة إن ركبتي بقت بتخبط في بعض. الهوا كان عمال بيزيد ببرودة. بدأت أشعر وكأن أرواح الناس اللي ماتت عادوا للحياة مرة تانية، ومفيش ثواني وحصلت الكارثة. وده لما شفت اللعبة وهي بتتحرك وصوت السلاسل مربوطة بالأحزمة بتتركب لوحدها. المشهد قدامي كان بيعيد نفسه. بدأت اللعبة تمشي لحد ما وصلت لارتفاع عالي، وصوت الحديد وهو بيخبط في العجل. المنظر كله كان مرعب، لكن اللي خلاني أقف في مكاني وأحس إن قلبي هيقف وده لما شفت أشباح ظهرت فجأة وهم مقيدين بأحزمة الأمان المتحللة. شكلهم كان مرعب جدا، من غير عيون وبقهم مفتوح لدرجة كبيرة، ورافعين ايديهم اللي كانت غريبة وملتوية من شدة الخوف والذعر، وكأنهم شايفين نهايتهم قدام عينيهم. وشهم كان غريب ومشوه وخالي من أي تشبيه أو أي مشاعر. لا، مستحيل اللي أنا شايفاه ده يكون حقيقة. بدأت أرجع بظهري لورا وأنا شايفة اللعبة وهي متجهة للعودة ناحيتي، وفجأة الأشباح دي ووجهوا وشهم كلهم ناحيتي مرة واحدة، وأنا سامعة صوت واحد فيهم كان بيقول: تعالي معانا للعالم بتاعنا. وقتها ما حسيتش بنفسي إلا وأنا بجري من شدة الخوف، لدرجة إني كنت هتكعبل واقع أكتر من مرة، لكن فضلت مستمرة في الجري. كنت سامعة صوت صراخ الأشباح وصوت السلاسل وكأنهم ورايا مباشرة، وحاسة بالأرض بتتهز من تحت مني. وقتها تأكدت إن أرواح الناس اللي ماتت كانت متعلقة روحهم هنا في آخر مكان كانوا فيه قبل لحظة وفاتهم.